بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. خارجين من العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. نرجع بقى لفيديوهاتنا ونتكلم على الكوره، ونتكلم على الزمالك اللي بصراحه الفتره اللي فاتت في علامات استفهام كتيره جدا في نادي الزمالك في الفريق. اول علامه استفهام كبيره جدا في نادي الزمالك ان انت بتلعب يعتبر بفريق مكسور الجناح. الفريق ما فيهوش الا الجناح اليمين زيزو، وبعد كده ما عندناش في مركز الاجنحه لعيب تقدر تعتمد عليه، وخصوصا في الماتشات الكبيره. احمد جيفالي لعيب مبشر جدا، ولكن اول لما جه سبحان الله زي ما تكون الاصابه بتجري ورا لعيبه الزمالك. ناصر ماهر من اللعيبه الجامده جدا، ولكن برضه اصاباته كتير، وبدا يتكلم في العروض وعايز 40 مليون عشان يلعب، ودلوقتي مدي لاداره الزمالك والجماهير الزمالك الوش ومش عاجبه وعايز يعدل عقده، وحقه طبعا، هو لعيب كويس. وبيراميدز بيكلمه والاهلي بيكلم ناصر ماهر. فاحنا لسه ما خلصناش في زيزو، بدات تظهر المشاكل. قله الفلوس برضه بتسبب مشكله كبيره جدا. كل ما يظهر عندك لعيب كويس الانديه التانيه هتفكر ان هي تخطفه. ولكن ده مش معناه كده ان انت خلاص بقى، يعني انا ما عنديش لعيبه جاهزه افضل مثبت مصطفى شلبي اللي بيقدم كوارث بصراحه. يعني نلاقي مثلا كوره ضربه ركنيه على الزمالك، اللعيب واقف حاطط ايده في وسطه، ده زيزو بيرجع يدافع. انت يا مصطفى شلبي مش عايز ترجع تدافع ومش عاجبك يجي يتغير مثلا؟ لا، مش عاجبه. على الناحيه الفنيه مصطفى شلبي بيقدم ايه؟ ما عندوش حاجه يقدمها. ممكن يكون كان مستواه وهو في انبي كويس، مستواه اول لما جه الزمالك كويس، مستواه في بعض الفترات كويس، ولكن لما يبقى وحش وتسيبه فانت كده بتظلمه وبتعتمد عليه رغم مستواه السيء جدا. بتخسر الفريق مركز من اهم المراكز اللي هو الجناح الشمال. ده انت يا راجل لو لعبت عبد الله السعيد شويه وشيكابالا شويه ولعبت فتوح او بنتايك مكانه هيبقى افضل 100 مره من اللي احنا شايفينه من مصطفى شلبي. وخصوصا انا برشح فتوح، لان فتوح عنده الحته الهجوميه اقوى بكتير جدا من الحته الدفاعيه، وهيبقى مع بنتايك هيبقى دويتو رهيب جدا وخطير جدا، وهيبقى عندك جناح شمال وجبهه يسرى في نادي الزمالك خطيره جدا. بعد ما كان عندنا طارق السيد وطارق السعيد، وكان عندنا لعيبه بن شرقي كان عندنا في الجبهه الشمال مصطفى فتحي، وبعد ما كان عندنا جناحات كتيره جدا دلوقتي عندنا ازمه في المركز ده. وخصوصا كمان بقى اصابه مصطفى شلبي فضت بقى المكان ده، محتاجين واحد يسد الفراغ بتاع مصطفى شلبي. احمد جيفالي لسه قدامه 10 ايام عشان يرجع لمركز الظهير الايسر او الجناح الايسر في نادي الزمالك. بنتمنى ان شاء الله ان الماتش الجاي مع الصاد ستالين بوش نشوف في المركز ده لعيب يسد الفراغ اللي هيسيبه مصطفى شلبي. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها وهي مركز راس الحرب. الزمالك عنده لعيب ربنا بعته لك كده، ما كانش حد حاطه في الحسبان خالص، اسمه ناصر منسي. ناصر منسي بيلعب بمنتهى الروح والعزيمة وبيعمل اللي عليه واكتر من اللي عليه كمان. بيلعب ب100% من طاقته، حتى لو كانت امكانياته ما هياش زي وسام، ما هياش زي جراديشار، ولكن لعيب مقاتل ولعيب بيعمل اللي عليه. فانت ليه ما تديش ناصر منسي فرصته كامله يلعب اساسي في كل المباريات ويبقى بديله هو الجزيري، مش العكس. يعني في ماتش الزمالك وستالين بوش الجنوب افريقي شفنا ان منسي قاعد احتياطي للجزيري، مشكله كبيره جدا. الجزيري لعيب كبير ولكن هو دلوقتي مش في مستواه. طب ليه ما نبداش بناصر منسي اساسي، ولو هنلعب الجزيري جنبه مثلا الشوط الثاني لما نعوز نضغط اكتر، بحيث ان احنا نستفاد من حاله ناصر منسي كويسه الفتره دي. مشاكل فنيه كتيره جدا، وبصراحه انا مش مقتنع بمدرب الزمالك بسيره. اللي دايما برضو المشكله الثالثه ان هو بيلعب ب3 مدافعين في كل المباريات، قصاد فريق قوي قصاد فريق ضعيف بيلعب ب3 مدافعين، الونش وصلاح مصدق وحسام عبد المجيد. فطبعا لعيبه الزمالك مش متعوده تلعب ب3، ومتعوده تلعب 4-4-2 او 4-3-3. فاللاعب الزياده ده ما بيديش تامين زياده ولا حاجه، بالعكس شفنا الونش في كذا ماتش بيكسر التسلل وبيتسبب في كوارث في دفاع الزمالك. بنتمنى الفتره الجايه ان المدرب، ويا ريت بقى مجلس الاداره والناس اللي فاهمه في الكوره في نادي الزمالك تنبه بسيره للاخطاء دي اللي احنا شايفينها كجمهور. ما بالكم بقى كناس متخصصه في الكوره زي حازم امام وميدو، اكيد عندهم فكره عن المشاكل دي.
وبنتمنى لو هو مش كويس يمشي من دلوقتي بدل ما يعمل مشاكل في الفريق. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات عن اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه. بشكر كل حبايبي واخواتي الاهلاويه والزملكاويه على تعليقاتهم الجميله وعلى دعمكم المستمر لينا. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.